فيلمنا النهارده بيبدأ بسيارة السباق المشهورة برق بنزين، وهو في حلبة سباق السيارات، وبنشوفه وهو بيعدي ما بين المتسابقين بمهارة شديدة، وبيمشي على الجدار وبيجري بسرعة لحد لما بيبقى المركز الثالث، وبيبقى قدامه الكينج المركز الأول وتاكس المركز الثاني، وبنسمع صوت المعلق اللي بيقول إن الثلاث عربيات متعادلين في نقاط الموسم ده، وإن اللي هيكسب فيهم السباق ده هيفوز بكأس البستون، وده بيبقى أعظم كأس في تاريخ سباق السيارات. وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيعدي من تاكس وبيستفزه، فبيقرر تاكس إن يخبطه وبيخليه يفقد السيطرة ويخرج من حلبة السباق، لكن بنزين بعدها بيرجع للحلبة من تاني وبيبقى المركز الأخير، وساعتها بيخبط تاكس في عربيات السباق التانية علشان يخبطوا كلهم في بعض ويعطلوا بنزين، ولما بتخبط كل العربيات بيبقى مستحيل أي عربية تعدي من غير ما تخبط فيهم، لكن بنزين بيجري بسرعة وبيعدي من كل المتسابقين من غير ما يخبط في أي عربية، وكمان بينط من فوق عربية وبيطير في الهواء وبيرجع للمركز التاني، وبيشجعوا كل الجمهور، وبيرفض بنزين إن هو يروح لمركز الصيانة ويغير الكاوتش علشان يقدر يوصل لتاكسي والكينج اللي بيبقوا وقتها بيغيروا الكاوتش بتاعهم. وبتبدأ الجولة التانية وبيرجع كل المتسابقين للحلبة، وبيبقى بنزين في المقدمة وبيجري بسرعة وبيروح لمركز الصيانة وبيحط بنزين وبيرفض يغير الكاوتش بتاعه، وبيرجع للحلبة وبيبقى برق سابق كل المتسابقين، وكمان بتبقى دي آخر جولة اللي هيكسب السباق. وقبل ما يوصل برق للنهاية الكاوتش بتاعه اللي ورا بيفرقع، وساعتها بيجري الكينج وتاكسي بسرعة علشان يوصلوا له، وبيقربوا من بنزين وبيعدوا هما التلاتة خط النهاية في نفس اللحظة، وبيفرح كل الجمهور وبيشجعوا بنزين اللي بيبقى فرحان جدا علشان بيبقى فاكر انه المركز الاول، وبيتضايق فريق الصيانه من بنزين لانه مغرور وبيعاملهم بطريقه وحشه جدا، وبيروح الكينج البنزين وبيشجعه وبيقول انه متسابق سريع جدا وموهوب، بس الموهبه والسرعه لوحدهم ما ينفعوش، وبينصحه ان هو يشوف مدرب وفريق الصيانه لانه عمره ما هيكمل السباق لوحده، لكن بنزين ما بيبقاش مركز معاه وبيتخيل انه كسب السباق وانه بقى عنده شركه موتوركون مشهوره وانها هتكون رعايه ليه، وبيجي وقت اعلان النتيجه وبيتصدم بنزين لما بيعرف انه تعادل مع الكينج وتاكس، وانهم بكده هيعملوا سباق ما بينهم هما التلاتة، والسباق ده هيبقى بعد اسبوع في ولاية كاليفورنيا، وبكده اللي هيكسب منهم هياخد كاس البستون. وبيروح بنزين يقابل جاز عربية النقل المسؤولة عن نقله، واللي بيقوله انه لازم يعمل دعاية للراعي بتاعه، فبيروح بنزين وهو متضايق انه هيعلن عن منتج ازالة صدى العربيات القديمة، وبيركب بنزين المقطورة اللي بيسحبها جاز علشان يروحوا لكاليفورنيا، وفي الطريق بيتصل مدير اعمال بنزين وبيهنيه على السباق الاخير، وبيعرفه ان ليه 20 تذكرة مجانية للسباق اللي جاي ممكن يوزعهم على اصحابه، وبنعرف ساعتها ان بنزين ما عندوش صحاب علشان يديهم التذاكر دي، وبيطلب بنزين من جاز ما يريحش في الطريق علشان يبقى اول متسابق يوصل الحلبة، وبالليل بينام بنزين وبيسيب جاز اللي بينام هو كمان وهو سايق، وبتيجي 4 عربيات اشقية وبيشغلوا موسيقى هادية لجاز علشان ينيموه، وبيزقوه لبعض وبيتريقوا عليه، وبيفضلوا يهزوا المقطورة اللي بتتفتح وبيقع منها بنزين، ولما بيصحى بعدها بنزين بيلاقي نفسه وسط عربيات كتيرة جدا على الطريق السريع، فبيحاول يتفادى العربيات دي وبيجري بسرعة ورا عربيات النقل علشان يرجع لجاز، وبيخش بعدها من طرق جانبية وبيجري ورا عربية نقل على أساس إنها جاز، وبيفضل يجري ورا العربية ولما بيوصلها بيتفاجئ إنها مش جاز، فبيلف بنزين وبيدخل من طريق تاني علشان يرجع للطريق السريع، وبتشوف عربية الشرطة وهو بيجري بسرعة وبتروح وراه وبتبقى عربية قديمة وصوتها عالي قوي، فبيفتكر بنزين إن عربية الشرطة بتضرب عليه نور، فبيحاول يهرب منها لحد لما بيوصل لقرية على الطريق، وبيخبط في أسلاك الكهرباء وبيخلعها من مكانها، وبيجري بيها وبيدمر القرية كلها لما الأسلاك دي بتتعلق في تمثال وبتخلعه من مكانه، وبيدمر الطريق وبيبوظه، ولما بيحاول بنزين انه يهرب بيتعلق في اسلاك الكهرباء، وبيجي الشرطي وبيقبض على بنزين اللي ما بيبقاش قادر يتحرك، وبنروح لجاز اللي بيوصل للحلبة وبيتصدم هو وكل الصحفيين لما بيعرفوا ان بنزين مش موجود في المقطورة، وبينتشر الخبر في كل مكان وبيتكلم عنه كل المذيعين، ولما بيفوق بنزين بيبقى متضايق لانه متكلبش ومحبوس، وبيجي ماطم العربية المسؤول عن حراسته اللي بيعرفه انه هيتحاكم لانه بوظ طريق القرية بتاعتهم اللي اسمها نبع الريداتير، لكن بنزين ما بيبقاش مهتم بكلامه، وبيقول له ان هو لازم يوصل لكاليفورنيا في اسرع وقت علشان يلحق السباق بتاعه، وبعدها بيسحب مواطن بنزين علشان هيودوه للمحكمه، وهناك كل اهل القريه بيرفعوا قضايا على بنزين لانه دمر شغلهم وكمان بوظ الطريق بتاعهم، وبيدخل القاضي دوكو اللي مسؤول عن القريه واللي بيبقى متضايق جدا من العربيه اللي بوظت الطريق، لكنه لما بيشوف بنزين بيطلب من الشرطه تطرده من القريه بتاعتهم لانه عربيه سباق ملهاش اي لازمه، لكن فجاه بتيجي عربيه اسمها سالي وبتقول لاهل القريه ان لو الطريق بتاعهم ما اتصلحش اكيد مفيش زوار هيعدوا على القريه بتاعتهم، وبتطلب سالي من القاضي دوك انه ما يخلوش يمشي لانه لازم يصلح الطريق اللي هو بوظه، وبيفضل بنزين يشرح لهم ان عربيه سباق مشهوره وان عنده سباق مهم جدا لكن محدش بيصدقه، وبيتصدم بنزين لما بيشوف المكنه اللي هيسفلت بيها الطريق، وبيعرفوا الدوك انه هيبدا من اول القريه لحد اخر الطريق، وبمجرد ما بيفك بنزين الكلبش بيطلع يجري بسرعه ويهرب، لكنه بيتفاجئ ان البنزين بتاعه بيخلص منه، وبيلاقي ان سالي والشرطه مستنيينه وبتقول له ان هم فضوا تانك البنزين بتاعه وهو نايم علشان كانوا متاكدين
إنه هيحاول يهرب، وبعدها بيربطوه في الماكينة اللي هيسافلت بيها الطريق وبيبقى متضايق جدا وبيحاول يشرح لهم إنه عربية سباق مشهورة جدا لكن محدش بيصدقه. وبيتصدم بنزين لما بيسمع في الراديو إن تاكس وصل لكاليفورنيا وبدأ يتدرب في الحلبة مع شركة موتوركو، فبيتضايق جدا علشان لو ما وصلش لهناك وكسب السباق مش هيعرف يشتغل مع شركة موتوركو. وبيأكد على ماطم إنه هيمشي أول لما يخلص الطريق ده، وبيسحب المكنة بقوة بسرعة وبيخلص الطريق كله في وقت قصير جدا. وبيتصدم أهل القرية وبيزعقوا له لما بيشوفوا الطريق لأنه بيبقى كده بوظه أكتر. وبيجي لدوكو بيقول إنه هيكسر كل اللي عمله ويرجع يسفلت الطريق من أول وجديد، فبيتضايق بنزين وبيقول إنه سيارة سباق مش عربية قديمة زيهم. وساعتها الدوك بيتحداه وبيقول إنهم هيعملوا سباق ما بينهم هما الاتنين، لو هو كسب هيسيبه يمشي لكن لو خسر مش هيمشي غير لما يسفلت الطريق ويرجعه زي ما كان. فبيتريق عليه بنزين لأنه عربية عجوزة وبيوافق على كلامه، وفعلا بيعملوا السباق. وبمجرد ما بيبدأ السباق بيجري بنزين بسرعة كبيرة على عكس دوك اللي بيفضل مكانه وما بيتحركش، وبيطلب من ماطم يجي معاه لأنه محتاج له. أما بنزين فبيجري بسرعة ولما بيجي يلف على التراب بيفقد السيطرة وبيخرج من الحلبة وبيقع في الصبار. وبيجي دوك ومعاه ماطم وبيتريق عليه وبيخلي ماطم يسحبه بالخطاف لأنه كده بيبقى خسر السباق. وبيكمل بنزين تكسير الطريق وهو متضايق بسبب اللي حصل وإن الدوك اتريق عليه. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ أهل القرية لما بيشوفوا الطريق الجديد اللي بنزين سفلته، وبيبقى بنزين ساعتها في الحلبة وبيحاول يلف الملف اللي خسره في السباق اللي عمله مع دوك. وبيروح للدوك وبينصحه إنه يفرمل بالأربع عجلات وهو بيلف على التراب، وبيعرفه إنه لو لف يمين وهو مفرمل هيروح شمال ولو لف شمال هيروح يمين. فبيتريق عليه بنزين وبيقوله إن ده مستحيل أصلا يحصل وبيسيبه يمشي. ولما بيجي بنزين يجرب كلام الدوك بيتصدم إنه لما لف يمين فعلا بيروح شمال وبيقع في الصبار تاني. وبيروح الشرطي بيعرفه إنه مش هيقدر يهرب لأن البنزين اللي في التانك بتاعه قليل ومش هيوصله للطريق السريع. وبيظهر بنزين وهو مصدوم إنه كلام الدوك طلع صح. وبتظهر سالي اللي بتطلب من عربية المطافي تنظف بنزين من الصبار والتراب اللي عليه، وبتشكره علشان رصف لهم الطريق بشكل كويس وبتعزمه يبات في الفندق بتاعهم. فبيوافق بنزين وبيشكرها لأنها لطيفة معاه. وبعد ما سالي تمشي بيروح ماطم لبنزين وبيعرفه إنه هو المسؤول عن حراسته النهارده، وبيقول له إنهم ممكن يعملوا حاجة تسليهم طول الليل. وبيروحوا هما الاتنين لمزرعة الجرارات، وبيقرب ماطم من جرار وبيزمر وبيخض الجرار وبيتقلب على ظهره. ولما الدور بيجي على بنزين بيعمل صوت عالي جدا وبيخض كل الجرارات وبيقلبهم كلهم. وبيفضل هو وماطم يضحكوا على اللي حصل لحد لما بيظهر جرار كبير وبيطاردهم، وبيجري ماطم وبنزين منه بسرعة. وقبل ما بيوصل لهم الجرار بيخرجوا من المزرعة بسرعة وبيرجعوا تاني للقرية. وفي الطريق بيقول ماطم لبنزين إنه هو أحسن واحد بيسوق بظهره، وبيجري ماطم وبيلف في القرية وهو سايق بظهره من غير ما يخبط في أي حاجة. وبيرجع تاني لبنزين اللي بيبقى منبهر بيه وبيقول إنه لو كسب السباق هترعاه شركة موتوركو المشهورة اللي عندهم طيارات هليكوبتر وعربيات كتيرة جدا. فبينبهر ماطم وبيطلب منه إنه لو كسب السباق يبقى يركبوا طيارة هليكوبتر. وبيعرفوا ماطم إنه هو بقى أعز صديق ليه، وبيسيبه وبيمشي. وبيقرر بنزين إنه يحقق حلم ماطم ويركبوا طيارة، وبيفرح لأنه أخيرا بقى عنده صديق. وبيروح بنزين للفندق اللي هيبات فيه، وهناك بيقابل سيلي اللي بترحب بيه وبتقول له إنها سمعته وهو بيكلم ماطم عن الطيارات الهليكوبتر، وبتسأله إذا كان قد كلامه وهيخليه يركب الطيارة ولا هينساهم بمجرد ما هيخرج من القرية. فبيقول لها بنزين إنه لو كسب السباق أكيد هيحقق له حلمه وإنه مش هينساهم. وبيشكرها على استضافتها ليه في الفندق وبيسيبها علشان ينام. وتاني يوم الصبح بيروح بنزين للشرطي علشان يحط له بنزين لأنه عايز يتمرن على السباق، لكنه بيلاقي الشرطي في الصيانة فبيستناه بنزين بره لحد لما يخلص. وبالصدفة وهو ماشي بيدخل الجراج بتاع الدوك وبيتصدم لما بيلاقي فيه كاس البستون مرمي زي الخردة. ولما بيبص في الجرنان اللي متعلق بيلاقي صورة للدوك المشهور، وبيتفاجئ لما بيعرف إن الدوك أخد كاس البستون 3 مرات قبل كده. وبيجي دوك وبيخرج بنزين من الجراج وبيقول إن ممنوع أي حد يدخل هنا، فبيترجاه بنزين إنه يعلمه إزاي يبقى متسابق موهوب زيه لأنه بيبقى من أكتر العربيات اللي كسبت بطولات في تاريخ السباقات. لكن الدوك بيرفض وبيقول له إن الكاسات دي بالنسبة له مجرد كوبايات فاضية. وبيدخل الجراج ويروح بنزين لأهل القرية وبيقول لهم إن الدوك كان متسابق مشهور وأخد كاس البستون 3 مرات. وبيفضل أهل القرية يضحكوا عليه ومحدش بيصدقه. وبتيجي سالي وبتطلب من بنزين يجي معاه علشان تفرجوا على المكان، فبيروح بنزين وراها وبيفضلوا يجروا ورا بعض وهم مبسوطين. وبيعدوا من تحت الشلال لحد لما بيوصلوا الفندق مهجور. وبتحكي له سالي عن المكان وبتعرفه إن الفندق ده بتاعها، وإن في وقت من الأوقات كانت العربيات بتجيله من كل مكان لحد لما عملوا الطريق السريع، ومن وقتها محدش بيجي عندهم ولا حتى بيعدي على القرية بتاعتهم. فبيستغرب بنزين إن العربيات بقت بتمشي من على الطريق السريع وسايبين الطريق القديم. فبتقول له سالي إن زمان ما كانش الهدف من الطريق اختصار الوقت ولكن كان الاستمتاع بالوقت.
فبيشكرها بنزين على الفسحة دي وبيقول لها إن أكيد هيجي يوم والمكان ده هيرجع زي الأول. ولما بيروح بنزين علشان يتمرن على السباق بيلاقي الدوك في الحلبة وبيتفرج عليه وهو بيجري بسرعة وتحكم رهيب، وبينبهر بنزين جدا بأدائه على التراب وبيروح يقول له إنه مندهش بيه وإنه ملوش مثيل. فبيسيبه الدوك وبيمشي، لكن بنزين بيروح ورا الجراج وبيسأله هو ليه ما بقاش يدخل البطولات واعتزل السباقات. فبيوري له الدوك صورة على الجورنان وبيقول له إنه ما اعتزلش وإنه عمل حادثة في الحلبة وساعتها استخدموا عنه وبدلوه بعربية تانية، وده علشان عربيات السباق بتبقى أنانية وما بيفكروش غير في نفسهم. فبيحاول بنزين يشرح له إن هو مختلف عن باقي عربيات السباق، فبيقول له الدوك إنه أكيد زيهم وبيسأله عن آخر مرة اهتم فيها بحد تاني غير نفسه، وبيطلب منه يسافلت الطريق ويمشي. وفي تاني يوم الصبح بيخلص بنزين الطريق كله وبيقول للعربيات التانية من أهل القرية إنه مش هيمشي غير لما يغير الكاوتش بتاعه، وبيغير الكاوتش وبيحط وقود عضوي وبيلزق ستيكر وبيغير شكله تماما. وبتتفاجئ بيه سالي وبتقوله إنه ساعد كل واحد في القرية، وبتفرح فعلا لما بتعرف إنه كمان صلح الكهرباء والإضاءة بتاعة القرية كلها. وبتمشي العربيات على الطريق الجديد وهم بيرقصوا على الموسيقى ومبسوطين من الإضاءة، وفجأة بيشوفوا عربيات كتير جدا جايين عليهم وطيارات هليكوبتر، وبيطلعوا إنهم صحفيين وبيحاصروا بنزين وبيصوروا وبيسألوه عن اللي حصل. وبيجي جاز وبيعتذر لبنزين علشان ضيعه وبيطلب منه يركب العربية علشان يلحق السباق. وبيكلمه مدير أعماله في التليفون وبيقوله إن العالم كله مستني لحظة رجوعه لكاليفورنيا علشان السباق. فبيروح بنزين علشان يودع سالي اللي بتشكره على كل حاجة عملها علشانهم، وبتطلب منه يمشي علشان يلحق السباق. وفعلا بيركب بنزين المقطورة اللي بيسحبها جاز وبيمشي هو وكل الصحفيين. وبتروح مذيعة للدوك وبتشكره علشان هو اللي بلغهم مكان بنزين، وبيتضايق معتم علشان مرحاش يودعه. وبيوصل بنزين للحلبة وبيبدأ السباق ما بين الكانج وتاكسي وبنزين اللي بيبقى في المركز الأخير، وبيفقد بنزين السيطرة وبيخرج من الحلبة، وده لأنه مش قادر يركز في السباق. لكن فجأة بيجي الدوك ومعاه معتم وأهل القرية وبيشجعه، وبيقول الدوك إن لو بيعرف يسوق زي ما بيعرف يسافلت الطريق هيكسب السباق بكل سهولة. وبيرجع بنزين للحلبة وبيجري بسرعة وبينفذ كل تعليمات الدوك اللي بيكلمه في السماعة وبيقول له إنه لازم يجري بسرعة علشان الكانج وتاكسي سابقينه بلفة كاملة. وفجأة الكاميرات بتيجي على الدوك وتتعرض صورته على كل الشاشات، وبيفرح الجمهور وبيهتفوا باسم الدوك وإنه أعظم عربية سباق في الجيل القديم. وبترجع لبنزين اللي بيجري بسرعة وبيعدي من الكانج وتاكسي بمنتهى السهولة وبيحاول يعوض اللفة اللي ناقصاله. وبعد لفات كتير بيقدر بنزين يقرب من الكانج وتاكسي، وقبل ما بيعدي تاكسي بيخبطه وبيخليه يفقد السيطرة، لكن بنزين بيقدر يسوق بظهره بسرعة زي ما معتم كان معلمه وبيعدي منه وبيقرب من الكانج وبيبقى المركز التاني. لكن بيخبطوا تاكسي تاني وبيفرقعوا له الكاوتش، وساعتها الدوك بيطلب منه يعدي على مركز الصيانة. وبمجرد ما بنزين بيوصل بيجوا أهل القرية وبيغيروا له الكاوتشات بسرعة رهيبة جدا بتبهر كل الجمهور. وبيجري بنزين بسرعة وبيرجع للحلبة وبيقرب من الكانج، وبيكلموا دوك وبيعرفوا إن فاضل لفة واحدة على خط النهاية، وعلشان يكسب السباق لازم ياخد الأربع ملفات على الضيق وأكيد هيبقى المركز الأول. فبيجري بنزين بسرعة وبيعدي من تاكسي اللي بيحاول يخبطه وبينجح في ده فعلا، وبيخليه يفقد السيطرة. وقبل ما يفقد توازنه ويتقلب بالكامل بيفرمل بنزين على التراب زي ما الدوك كان بيعمل، وبيستعيد السيطرة مرة تانية وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول. وساعتها تاكسي بيخبط الكينج وبيخليه يفقد السيطرة وبيطير وبيتدمر. ولما بنزين بيشوف اللي حصل بيفتكر المشهد بتاع الدوك وبيفرمل على آخر لحظة قبل ما يوصل لخط النهاية، وبيعدي تاكسي الخط وبيكسب السباق. وبيرجع بنزين للكينج وبيزقه وبيقول له إنه لازم يكمل آخر سباق ليه مهما حصل. فبيقول له الكينج إنه كده خسر كاس البستون، فبيرد عليه بنزين وبيقول له إن في حد قبل كده قال له إن الكاس ده مجرد كوباية فاضية. وبيعدي بنزين بيه خط النهاية وبيهتف الجمهور باسم بنزين وبيشجعوه على اللي هو عمله. وبيروح مدير شركة موتوركو البنزين وبيهنيه على شجاعته وبيطلب منه يكون الوجه الجديد للشركة. فبيشكره بنزين وبيقول إن هو هيفضل مع شركة مزيل الصدى لأنهم هم اللي عملوا منه متسابق. وبيرجع بنزين لنبع الريداتير وبيقابل سالي وبيحقق أمنية معتم وبيركبوا طيارة هليكوبتر اللي كان بيحلم بيها.